اصحى يا عيد يا عم، عيد اصحى يا عم، الماتش خلص يا ابني اصحى. الماتش خلص كام؟ الماتش خلص 2-2 وحصل برضه كوارث زي ما انت قلت، حصل كوارث تحكيميه زي ما انت قلت. طب ثواني يا جماعه، بس هتفرج على ملخص الماتش. بقول لك 2-2 وحصل كوارث. قلبي حاسس لان هي خلاص ماتشات الاهلي معروفه. تمام، بعد اذنكم بس ادوني لحظه بس ايه. ما تقفلوش الفيديو، هراجع بس الحالات التحكيميه وارجع لكم. قصدي هراجع الكوارث وارجع لكم. طيب يا باشا، انا راجعت الكوارث التحكيميه اللي حصلت. انا راجعت الملخص بتاع مباراه الاهلي وبيراميدز. حصل فيه تقريبا 3 أو 4 يعني ايه قرارات وغيرت من شكل المباراه. اول قرار الطرد بتاع اسمه ايه، اكرم توفيق ولا اسمه ايه، احمد توفيق. الطرد بتاع احمد توفيق. الطرد طبعا غير مستحق. الطرد غير مستحق لان الكره لا ترتقي ان هي تبقى طرد، يعني اقصاها انذار. ده لو انت حسبت فاول. تمام. الكره لا ترتقي ان هي حتى تبقى اصلا فاول، بدليل ان هو الولد اصلا بتاع الاهلي ما حصلوش حاجه او ما عملش حاجه يعني. احمد توفيق لا يستحق الطرد. القرار الثاني ضربه جزاء بتاع بيراميدز، ضربه جزاء صحيحه. فهم نظمي رسمي صحيحه. ماليش دعوه بقى، ما حدش يقول لي اصل حصلت في مباراه كذا وما اتحسبتش والكلام ده. لكن هي ضربه جزاء حصلت بقى للاهلي، حصلت للزمالك، حصلت لبيراميدز. هي ضربه جزاء، اللعبه ضربه جزاء. ضربه الجزاء بقى بتاعت امام عاشور اللي ضاعت دي، ضربه الجزاء بتاعت الاهلي بقى برضه ضربه جزاء. انا شايف ان هي ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه. هتقول لي ما هو ما اتحسبتش في مباراه كذا ماليش دعوه. انا مش هقارن غلط بغلط. مش معنى ان كان في اخطاء زي دي ما اتحسبتش قبل كده نكرر الغلط. هي ضربه جزاء، ماليش دعوه بقى حصلت قبل كده وما اتحسبتش. مش بتاعتي. انا بقول اللي انا شايفه. الكره بتاعت الاهلي ضربه جزاء، الكره بتاعت بيراميدز ضربه جزاء. الطرد بتاع بيراميدز بتاع غير مستحق بالمره. الغريبه تعيين محمود البنا للاهلي. الاهلي لعب 10 ماتشات، محمود البنا حكم 4 ماتشات منهم، يعني قريب من نص الماتشات. مش غريبه دي؟ والمصيبه السوداء ان في ال4 ماتشات حصل فيهم كوارث. مباراه المصري وتغاضيه عن ضربه الجزاء بتاعه الشناوي لما مسك فخر الدين بن يوسف. مباراه زد لما ضربه الجزاء برضو ما اتحسبتش على الاهلي، الواضحه الصور اهي انا بنزلها لكم. ومباراه بيراميدز الطرد بتاع احمد توفيق. فغريبه، مش عارف ايه في حكام ملاكي. باي باي، سلام.